السطر، هل تنتوي الترشح لانتخابات الرئاسة 2018؟ لا. لا قاطعة ولا لا؟ السياسيين الذين يسعون إلى أن يدفعهم الناس إلى القبول والعودة عن قرار لا. لا قاطعة، لا مستريحة، لا بقولها من قلبي وبضميري وبشفافية. احنا مش قدام انتخابات، يعني لسه قدامنا سنتين هيبقى في انتخابات. يعني في الدول الديمقراطية السنتين دول هم الانتخابات، لكن معلش يعني في واقع انا اعتبرت دائما ان الترشح ده حق لكل مواطن ليا ولغيري. طب وانا راجل يعني بترشح من مدرسه الصديق الابتدائيه لرئاسه الجمهوريه. فهذا الحق انا مارسته. كتير من المرات ان لم يكن كل المرات اللي اترشحت فيها في اتحاد طلاب ولا في برلمان ولا في النقابه ولا في الرئاسه، كنت بعتقد ان ده مش مجرد حق، واجب. لان من الواجب على من يعتقد في نفسه القدره على ان يحمل امانه التعبير عن الناس والسعي لمصالحهم انه يعرض نفسه على الناس. فانا مارست هذا الواجب، وفي هذا العمر اللي بحمد ربنا عليه اعتقد ان انا كمواطن مصري مارست هذا الحق واديت هذا الواجب بما فيه الكفايه. لا في نيتي ولا في شهيتي ولا في رغبتي ولا في ارادتي الان ان ارشح نفسي لا لرئاسه الجمهوريه ولا لحزب، رغم ان انا اسعى مع غيري لتشكيل حزب أأمل أن يكون في مستوى التطلعات ويفيد هذا البلد، ولا حتى الجمعية الخيرية. وأنا بعتبر أن أنا أديت ما عليا، ويعني الحمد لله راضي جدا ومطمئن بأن أديت هذا الواجب، ومحترم قرار الشعب في كل الانتخابات وراضي به. لكن من الآن فصاعدا حمدين صباحي لن يكون مرشحا لا لرئاسة الجمهورية ولا لأي موقع سواه. وده كلام قاطع، مش بعد سنة أو سنتين نقدر نقول إنه جموع الشباب المصري المحب لحمدين صباحي مثلا دفعته لهذا الإجراء مرة أخرى أو إلى الترشح مرة يعني ثالثة. جموع الشباب أو اللي بيثقوا فيا أو بتشاور معاهم كلهم على راسي وعين. وسبق أن كان لي هذا الرأي في الانتخابات الماضية ونزلت على إرادة الشباب واحترمتهم، وأنا فخور إن أنا تمكنت من استجيب لهم في شيء. لكن انا كمان راي في الانتخابات بالذات، اذا ما كانش عندك اراده داخليه ان تاخدها فانت مش هيبقى لك حضور مع اللي انت بتطلب منهم يدوك الصوت. انا رايي مصر فيها، وانا واثق من هذا، من اعرفهم ومن لا اعرفهم، من يستطيعوا تمثيل الفكرة اللي أنا مؤمن بيها وبنتمي إليها، والبرنامج اللي ممكن أقف وراه في خطوطه، والحب لأن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية يتحققوا، والدولة الوطنية الديمقراطية أهداف 25، ده اللي أنا مؤمن بيه. أكيد هلاقي من هو أفضل مني في التعبير عنها وهقف وراها. أما عني فأنا بستأذن الجميع، هفضل أدي واجبي كمواطن، وقف في صف أي حد بيعبر عن الفكرة دي ويقدم نفسه لأن يحمل هذه الأمانة عشان يحقق مصالح الناس. أما فيما يخصني فالحمد لله أنه قدرني على أداء هذا الدور، وأأمل أن أؤدي هذا الدور اللي هو دور الداعم والمؤيد، وأي عمل أنا فيه يعني لمن تعرفه من الآن ولا لمن تنتظره؟ لا أنا بقول المرشح لا أنا مش عارفه من الآن. أنا رأيي ده لازم يأتي حصيلة حوار وطني جاد وتحضير كويس. لكن انا يعني بتفترض انه ضروره وجود مرشح في مواجهه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في دوره قادمه؟ اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي قدامه سنتين واحنا لنا راي في سياساته حتى الان. لكن بعد 4 سنين هيبقى الراي ده تبلور. اذا هو اثبت فيما بقى له من وقت انه قادر على تصويب مسيرته التي اراها حتى الان لا تحقق ما يريد المصريين. في حاجه لا تصويب؟ طبعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي في حاجه